يا صباح الفل. النهارده هنحضر مع بعض او هنعمل مع بعض المحشي بخلطة حرفيا رهيبة. من خلال الخلطة دي نقدر نعمل اي انواع محشي احنا عايزينها. هنحضره النهارده بطريقة في منتهى السهولة. للناس اللي شايفة ان المحشي ده حاجة كده صعبة ومعقدة، فالطريقة بتاعت النهارده هتلاقوها في منتهى البساطة. لو مبتدئين او لسه اول مرة تجربوا انكم تعملوا محشي، فتأكدوا ان النتيجة هتطلع معاكم تحفة جدا من اول مرة. هنشوف النهارده مع بعض ازاي نحضر المحشي بطريقه بسيطه جدا، وهنتكلم عن التسويه وازاي يطلع معانا المحشي واخد لون وتسويه مظبوطه. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ولو بتشوفوني لاول مره يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه او اشتراك، وننزل تحت الفيديو وفعل الجرس علشان دايما يوصلنا اشعار بكل وصفه او اي فيديو جديد. ويلا بينا نبدا ونشوف الطريقه مع بعض. النهارده هنعمل مع بعض محشي مشكل. طبعا تقدروا تستخدموا اي انواع خضار انتوا حابينها او اي انواع محشي انتوا حابينها. احنا النهارده هنحشي كوسه وبتنجان وكمان فلفل. نغسل الخضار بتاعنا كويس جدا، وبعد كده بنبدا نقوره. بنقور البتنجان كويس وكمان الكوسه، نطلع الطبقه اللي هي بتكون جوه منهم بالشكل ده، وكمان بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ كده على شكلها اثناء ما احنا بنقورها، ان احنا ما نبهدلهاش ولا تتهري معانا، علشان تفضل محتفظه بشكلها كده وناخد نتيجه حلوه في الاخر. طبعا الفلفل امره بسيط جدا، احنا يا دوب بنشيل الجزء اللي هو بيكون فوق من الفلفل نفسه كده، وبعد كده بنبدا نطلع الطبقه اللي هي بتكون جوه دي وخاص. يعني بيكون امره بسيط جدا، يعتبر هو اسهل حاجه في الخضار بتاع النهارده. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي انواع خضار تانية وتبداوا برضو تعملوا فيها نفس الحكايه كده. يعني ممكن نستخدم طماطم او بطاطس او بصل على حسب ما انتوا حابين. اي انواع خضار تقدروا تستخدموها وتبداوا تحشوها بالخلطه اللي هنحضرها دلوقتي هنبدا نحضر الخلطه بتاعه المحشي. وكل اللي هنحتاجه كوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس جدا. كمان هنحتاج كيلو الا ربع من الطماطم، بنعصرها كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بنبدا نسويها كويس على النار او بنسبكها بمعنى اصح لحد ما كل الميه اللي فيها او السوائل اللي بتكون جوه من الطماطم دي تتبخر معانا وتبقى معانا بالشكل ده. تمام. بعد كده هنحتاج بصلايه كبيره بنكون مقطعينها مكعبات صغيره جدا بالشكل ده، او بنكون بشرينها على حسب ما انتوا حابين. كمان هنحتاج خضره بقدونس وشبت وكزبره حزمه من كل نوع، بنقطعها كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده بنضيفها. طبعا انا ضفت نص الكميه، واثناء ما انا هقلب الخلطه لو احتاجنا باقي الكميه بنضيفها عادي مفيش اي مشكله. كمان هنحتاج فلفل حراق لو حابين يعني يكون المحشي معاكم سبايسي او كده. بعد كده هنبدا نضيف التوابل والبهارات، وكل اللي هنحتاج معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من الكمون. بس كده، دي البهارات والتوابل اللي هنضيفها. لو حابين بقى تضيفوا اي انواع توابل تانية زي ما انتوا عايزين على حسب رغبتكم. كمان هنضيف نص معلقه من الثوم المفروم، ودي اضافه تحفه جدا بتخلي المحشي حرفيا طعمه جميل. مبدئيا هو بيدي نكهه بس للمحشي، يعني مش بيكون ليه طعم قوي او باين في المحشي، لا هو مجرد ان هو بيدي نكهه بس للمحشي، فبيخليه طعمه حلو قوي. او الخلطه بتاعت المحشي دي بيديها نكهه حلوه جدا. بعد بقى ما بنضيف كل المكونات دي على الخلطه، بنبدا نقلب الخلطه بتاعت المحشي كويس جدا مع الخضار زي ما انتوا شايفين كده. ودي طبعا اهم خطوه علشان المكونات دي والخضار يندمج كويس جدا مع الخلطه بتاعت المحشي وناخد افضل نتيجه. بعد ما بنقلب الخلطه بتاعه المحشي كويس بتكون كده خلاص اوريدي جاهزه معانا. هنبدا دلوقتي بقى نحضر الصينيه اللي هنسوي فيها المحشي. كل اللي هنحتاجه بقى بصلايه كده هنقطعها شرايح بالشكل ده، وهنحتاج الاعواد بتاعه البقدونس والكزبره اللي احنا قطعناهم اوريدي في الخلطه. نبدا نوزعهم كويس جدا مع البصل كده بالشكل ده، ودول علشان نبدا نرص المحشي عليهم بعد اوريدي ما نحشيه بالخلطه. تمام كده كل حاجه جاهزه معانا. هنبدا دلوقتي بقى نحشي المحشي او هنحشي الخضار بتاعنا بالشكل ده. اوريدي طبعا لازم بنسى حاجه كل مره، فطبعا كنت نسيت الزيت، فبنضيف طبعا على الخلطه شويه كده من الزيت، وبنبدا نقلب الخلطه كويس جدا. بعد ما بنضيف الزيت
بالشكل ده. يعني بنضيف اي نوع زيت انتوا حابينه كده، وطبعا كل ما بقى النوع بتاع الزيت كويس كل ما بقى افضل، بيدينا طعم حلو جدا للمحشي. كمان ممكن نضيف شويه من الزيت وشويه من السمنه او سمنه وزبده زي ما انتوا حابين، يعني على حسب رغبتكم. تمام. بعد كده بقى بنبدأ نحشي الخضار بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش بياخد اي وقت خالص لو حضرناه بنفس الطريقة كده، ايا كان بقى الطريقة اللي هتحشوا بيها الخضار بتاعكم، يعني سواء هتستخدموا معلقة او هتعملوه بايديكم، مش هياخد معاكم اي وقت لو مشيتوا على الخطوات دي. هنحشي الخضار كويس بالخلطة، وفي نفس الوقت هنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نضغطهوش بالخلطة او نحط كمية من الخلطة بزيادة، علشان طبعا نراعي ان لسه الرز هيستوي وحجمه هيضاعف يعني، فهياخد مساحة جوه من الخضار. فنراعي ان احنا ما نحطش كمية كبيرة، يعني نحط شوية كده من الخلطة، ونراعي ان احنا نسيب مساحة كده للخضار والرز ان هو يستوي براحته. تمام. هنخلص بقى المحشي ونحشيه كده بالشكل ده، يعني نحشي الخضار كله بالشكل ده، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. كده خلاص حشينا كل الخضار بتاعنا بالشكل ده، وبنرصه في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده او بالطريقه دي، ان احنا بنخليه بميل كده، يعني يكون شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحطه ونرصه في الصينيه ونخليه بميل كده. اكيد الصوره واضحه. تمام. بعد كده خلاص اوريدي المحشي بيكون جاهز معانا ان احنا نسويه. طبعا النهارده هنسويه اصلا في الفرن. فقبل ما ندخله الفرن هنضيف عليه كوبايه كده من الشوربه، وهنوزعها كويس كده على المحشي او على الخضار بالشكل ده. طبعا ممكن نستبدلها بالميه لو مش متوفره الشوربه، وندوب بس في الميه كده مكعب من المرقه، وبنبدا برضو نصبه او نوزعه كده على الخضار بنفس الطريقه. بعد كده بنحط ورقه زبده على الصينيه، وبنحط كمان ورقه من الالومنيوم او الفويل علشان نقفل الصينيه كويس جدا، علشان نبدا نسوي المحشي بقى والخضار ده وياخد معانا تسويه مظبوطه. البخار اللي يطلع من الخضار هو اللي هيديه التسويه المظبوطه. طبعا تقدروا تسووه على البوتاجاز عادي لو حابين، او انكم تدخلوه الفرن زي ما هنعمل النهارده. بنسخن الفرن كويس جدا، وبعد كده بنبدا ندخل المحشي على الرف الاوسط من الفرن. بيقعد بالظبط معانا ما بين ساعة لساعة وربع ويستوي. أول نص ساعة بنخليه على نار عالية، وبعد كده بنهدي النار وبنخليها متوسطة علشان المحشي يستوي معانا كويس. تمام. بعد كده بعد ما بيستوي معانا والوقت ده بيعدي، بنبدأ نشيل ورقة الألمونيوم أو الفويل من عليه، علشان لو حابين تديله لون أو حاجة. بنبدأ نشغل عليه الشواية ياخد لون معانا بالشكل ده، تقريبا بالظبط 5 دقايق تحت الشواية، وبيكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل المحشي بعد ما بيستوي معانا. شايفين ما شاء الله لونه تحفة جدا. كمان واخد تسوية مظبوطة جدا، ومش قادرة اقول لكم بقى الريحة كانت عاملة ازاي. بجد ريحته كانت تحفة وطعمه كان حرفيا رهيب. بأمانة لو جربتوه بنفس الطريقة كده ومشيتوا على الخطوات هتاكلوا احلى محشي في حياتكم. كمان الخلطة اللي حضرناها النهاردة نقدر نعمل بيها اي انواع محشي احنا عايزينها. كمان خفيف جدا وبأقل نسبة دهون عملناه وحضرناه النهاردة. جربوه بنفس الطريقة كده، متأكدة ان هو هيعجبكم ومش هتبطلوا تعملوه بالطريقة دي. يا ريت نعمل لايك للفيديو لو لسه لحد دلوقتي ما عملناش، ولو جداد على القناة نضغط على كلمة سبسكرايب او اشتراك اللي تحت الفيديو، ونفعل الجرس علشان دايما يوصلكم اشعار بكل فيديو او اي وصفة جديدة. لو ليكوا اي سؤال اكتبولي تحت في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم واشوفكم على خير.